النهارده هنعمل مع بعض كباب حلة بطريقة سهلة وبسيطة خالص. حضرت كيلو بقى من اللحمة كده مقطعاها مكعبات بالشكل دوت، وسط مش كبيرة ومش صغيرة. طبعا أفضل قطعية للحمة بتاعت كباب الحلة هي قطعية الكتف، بتبقى لحمة كده حمرا وبتشرب التتبيلة وما بتبقاش دسمة قوي. حضرت بقى طاسة، حطيت فيها معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، وهبدأ أشوح اللحمة بتاعتي عشان أقفل الأنسجة على اللحمة، أحافظ على النحاس والبروتين والفيتامين اللي موجود في اللحمة. بالشكل دوّة هاشوّحها تشويحة كده، واحط عليها بقى التوابل، شوية قرفة، شوية زنجبيل، شوية فلفل أسمر. الطريقة ديّة بتخلّي ريحة اللحمة جميلة خالص، واقلّب بقى لمّا احس إن لون اللحمة كده بدأ يتغيّر، هاقلّبها على الناحية التانية كده بالشكل دوّة عشان الأنسجة تتقفّل تمامًا، يبقى أنا حافظت على البروتين، حافظت على النحاس، حافظت على الفيتامين اللي موجود في اللحمة بالتشويحة اللي أنا عملتها دي. 5 بصلات بقى أنا قطّعتهم أجنحة بالشكل دوّة، وهابدأ أتبّل البصل بقى مع اللحمة كده واشوّحها بالشكل دوّة. قطّعي البصل زي ما أنتِ عايزة، مكعبات، أجنحة، مش هتفرق، كده البصل هيتكرمل ومش هيبقى باين أوي في اللحمة. بالشكل ده كده البصل بتاعي لمّا بدأ يتكرمل بالشكل دوّة، هاحط بقى فصين من التوم وقرن فلفل أخضر، وقرن فلفل حامي بالشكل دوّة. الفلفل الحامي دوّة اختياري. ودول طماطميتين بقى أنا باشراهم، ضفتهم برضه كده، وهاشوّح الحاجات دي كلّها ببعضها، واضيف التوابل، شوية فلفل أسمر وقرفة وزنجبيل كمان بالشكل ده. مش هاضيف ملح دلوقتي خالص عشان اللحمة بتاعتي تستوي بسرعة. هابدأ أشوّح كده بالشكل دوّة، كل دوّة كده. أنا كنت طبعًا باشوّح اللحمة على نار عالية، دلوقتي بقى بدأت أهدّي كده النار، وأبدأ أتبّل الحاجات دي كلّها وأشوّحها كده على نار وسط، مش عالية أوي. بعدين هاضيف لها بقى شوية مَيّة سخنين، يا دوب يغطّوا كده اللحمة بس بالشكل ده، واسيب بقى اللحمة على نار هادية خالص، شامعة كده، تستوي بقى ساعة أو ساعة ونُص على حسب اللحمة ما تستوي. وفي الآخر خالص هاحط لها بقى الملح المناسب بالشكل ده. الله على ريحة اللحمة خطيرة! حضّرت معايا بقى ربع كيلو من الدقيق كده، ضِفت له ذرة من الملح. هاعجن بقى الدقيق بتاعي دوّة عشان أنا هاحط اللحمة بتاعتي في طاجن، وأقفّل الطاجن برغيف عيش كده. حطيت كده معلقة من الخميرة وشوية بقى من المَيّة الدافية، وهابدأ أعجن العجينة بتاعتي، بس خلّي بالِك لو في الصيف العجينة تبقى ناشفة شوية. كده بالشكل دوّة العجينة بتاعتي اتعجنت بقى، بقت جاهزة. هاحط اللحمة بتاعتي في الطاجن بالشكل ده كده، هاحطها بقى كمان نُص ساعة في الفرن بقى، تاخد كده طعم من الطاجن، وتتحمّر بقى تحميرة كده في الفرن بالشكل دوّة. الطاجن كان كبير شوية، إحنا ممكن نصغّر الطاجن. وهافرد بقى العجينة بتاعتي اللي أنا عملتها بالشكل دوّة، أعملها زي رغيف كده. أحاول بقدر الإمكان أخلّي العجينة بتاعتي من الوسط تخينة عشان ما تُقعش منّي في الطاجن. واحاول برضه إن العجينة تبقى ناشفة. هي العجينة طريت منّي شوية، بس يعني كانت جميلة برضه، وشربت من الصوص بتاع اللحمة وكانت خطيرة بصراحة. كده أنا حطيتها بالشكل دوّة، وهابدأ أساوي الأطراف كده بسكينة بالشكل دوّة كده عشان يبقى شكلها جميل. الخطوة ديّة بتبقى جميلة بصراحة، العيش دوّة بيبقى طعمه جميل أوي، وواخد كده من نكهة الصوص بتاع اللحمة، بيبقى خطير بقى. باحط له حبة البركة بالشكل دوّة، بارُش شوية زيت الأول، وبعدين أحط حبة البركة وشوية السمسم عشان حبة البركة والسمسم يمسكوا في العجينة. ودخّلتها بقى، فتحت النار من تحت بس على درجة حرارة 180، ما فتحتش الشواية. لو احتجت الشواية في الآخر خالص ممكن أفتحها، أنا ما احتجتش الشواية بصراحة. بالشكل دوّة شايفين اللحمة طالعة دايبة دوب، والريحة خطيرة بصراحة. والرغيف العيش اللي أنا حطيته ده، هي العجينة طريت مني شوية كده، بس كان تحفة. بقى شارب من الصوص بتاع اللحمة، واللحمة دايبة إزاي، خطيرة بالشكل الجميل الرائع ده. تحفة بصراحة. لو عجبكم بقى الكباب الحلة بتاعتنا، متنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.